هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طول عمري مؤمنه اننا كستات اصلا مميزين، واننا مفيش حاجه صعبه علينا ولا في حد اشطر مننا. علشان كده من اول ما بدات معاكم في القناه قررت اننا مش هنعمل اكل عادي، ولا حتى هنعمل اي وصفه والسلام. احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركاتها، وكل مره هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكله من اكلاته. وزي ما اتعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها. المكان بتاعنا النهارده بقى هو المكان اللي طلبتوه مني كتير جدا في الكومنتات، وقلتولي عاوزين شويه اسرار من اكلاتهم اللي بقت مسمعه في كل مكان، وهو حجوجه. حجوجه هو مطعم من مطاعم الاكل الشرقي والفلاحي اللي فتحت من مده قصيره جدا، لكنه في المده القصيره دي قدر يحقق شهره كبيره جدا وينافس اكبر مطاعم الاكل الشرقي الاقدم منه بكتير، ويبقى بالزحمه الرهيبه اللي انتوا شايفينها دي الصبح وبالليل، وكل ده بفرع واحد بس. والنهارده بقى قررت اخدكم حجوجه ونعرف اسرار شويه اكلات من اكلاتهم. واكلتنا النهارده بقى من هناك هي الاكله العشق بالنسبه لينا كلنا، وهي مشكل المحاشي. والنهارده حصريا ولاول مره هتعرفوا كل اسرار وطريقه المحشي من مطعم حجوجه. هتعرفوا اسرار طعم محشي حجوجه والتركات البسيطه جدا اللي بتخليه مختلف عن اي محشي ممكن تاكلوه في اي مكان تاني، واسرار خلطه المحشي والتوابل اللي بيستخدموها هناك معاه، واللي هتديكم اطعم محشي ممكن تاكلوه في حياتكم. محشي بقوام وسوا مظبوط، شكله بيلمع مش مطفي، وحرفيا دايب زي الزبده. ومن النهارده انتوا مش هتعملوا محشي ناجح وطعمه حلو خلاص، انتوا هتعملوا محشي حجوجه في البيت بالملي، واي حد هياكله عندكم مستحيل هيصدق انه معمول في البيت. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا نبدا. طيب هنبدأ أول حاجة نجهز مع بعض مكونات خلطة المحشي بتاعتنا. وأول حاجة عاوزين بصلتين كبار متقطعين لمكعبات بالشكل ده، 3 حزم من الخضرة وهنقطعهم تقطيع متوسط، يعني مش ناعم قوي ولا خشن قوي. وعاوزين لتر من عصير الطماطم، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة، كيلو الا ربع من الرز المصري بتاعنا العادي جدا وطبعا هنغسله كويس قوي، وبصلاية صغيرة لوحدها متقطعة مكعبات وهنسيبها على جنب. وللتوابل بقى عاوزين معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الملح. وهنيجي بقى في الطاسة بتاعتنا على النار وهننزل بشوية من الزيت، بعد كده هننزل بالبصل وهننزل عليه بنص معلقة صغيرة من الملح، وهنديله تقليبة كده على نار هادية لحد ما البصلة تبدأ تحمر شوية. وأول ما البصلة يدوب تبدأ تحمر شوية هننزل عليها بمعلقة الصلصة وهنديهم تقليبة مع بعض. بعد كده هننزل عليهم بعصير الطماطم وهنقلب. وفي الاخر خالص بعد ما الخلطة تبدأ تغلي هننزل عليها بالتوابل علشان ريحتها ما تروحش. قلبنا بقى الخلطة بتاعتنا كويس قوي، بعد كده هننزل بالبصلاية اللي كنا مقطعينها لوحدها على جنب، وبعدين هننزل بالخضرة. واخر حاجة خالص هننزل بالرز وهنقلب، وبس كده الخلطة بتاعتنا خلاص جاهزة. بعد كده بقى هنجهز الخضار بتاعنا اللي هنحشيه، وكمية الخلطة اللي عملناها دي هتكفي نص كيلو من البتنجان الأبيض، وربع كيلو من البتنجان الأسود، وربع كيلو من الفلفل، وربع كيلو من ورق العنب. وهنبدأ بقى نحشي المحشي بتاعنا، وبندخل الخلطة بصوابعنا بالراحة جدا علشان البتنجانية من فوق ما تتقطعش، ودي معلومة طبعا للمبتدئين. وممكن كمان بظهر معلقة نبدأ ندخل الخلطة لجوه، وبنسيب حوالي نص سنتي من فوق كده فاضي علشان الرز بعد ما بيستوي بيملى البتنجانية كلها، فلو احنا اصلا من الاول مالينها على الاخر الرز هيطلع منها بره. وبس كده هنكمل الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة. بعد كده بقى هنبدأ نرص المحشي بتاعنا في الحلة بعد ما حطينا فيها مادة دهنية. وأول حاجة هنرص طبقة من البتنجان الأبيض، بعد كده هنرص طبقة من الفلفل، بعدين هنحط البتنجان الأسود على الوش لأنه أكتر حاجة مش بتاخد سوا. وكده حلة المحشي الرهيبة بتاعتنا خلاص جاهزة.
وهنيجي بقى لأهم تركاية بتتعمل في حجوجة للمحشي واللي بتديله طعم مميز عن أي محشي ممكن تاكلوه في أي مكان تاني. ومش بس الطعم، هي كمان بتخلي شكل المحشي حلو وبيلمع على طول مش مطفي. والتركاية هي 100 جرام من الدهن، تقدروا تستخدموا دهن بقري أو حتى دهن ضاني، يعني تقدروا تستخدموا النوع المفضل بالنسبة لكم. لو مش بتحبوا الضاني استخدموا دهن بقري عادي جدا. وفي الطاسة بتاعتنا بقى على النار وعلى نار هادية جدا هنسيب الدهن يسيح، وأول ما ينزل كل الدهون اللي جواه هنطلعه من الطاسة. هنبدأ بقى نسقي المحشي بتاعنا، وفي حجوجة تحديدا بيسقوه بشوربة لحمة، لكن طبعا تقدروا تسقوه بأي شوربة متوفرة عندكم. وبعد بقى ما نسقي المحشي بتاعنا على الوش هننزل بكام معلقة من الدهن اللي احنا سيحناه، وبس كده هنغطي الحلة بتاعتنا وهنبدأ نسوي المحشي. وهنيجي بقى مع بعض لأهم نقطة وهي توقيت سوى المحشي، وعاوزاكم كده تاخدوها قاعدة ثابتة ان توقيت السوى للمحشي على طول هو نص ساعة، ودي قاعدة لكل الأنواع. أول 10 دقايق بنعلي النار، بعد كده بنخليها متوسطة. وده كده شكل حلة المحشي الرهيبة بتاعتنا بعد النص ساعة، ومش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي. وهنبدأ بقى في محشي ورق العنب بتاعنا وعاوزين نلفه مع بعض. وبمنتهى البساطة أول حاجة بننزل بمعلقة كبيرة من الخلطة، بعد كده بنطبق الجزء اللي من تحت، بعدين بنطبق الجناب، وبعد كده بنلفه من تحت لفوق بالشكل ده. بتهيألي مفيش أبسط من كده علشان الناس اللي بتخاف من لف ورق العنب. وهنكمل بقى الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة، بعد كده هنبدأ نرصه في الحلة بالشكل ده. أنا بحب جدا شكل ورق العنب وهو ني ومرصوص في الحلة جدا. بعد كده بقى هنبدأ نسقي ورق العنب برضو بشوربة اللحمة، وبرضو على الوش هننزل بكام معلقة من الدهن اللي احنا سيحناه. وهنغطي بقى الحلة بتاعتنا وبرضو هنديله نص ساعة سوا. أول 10 دقايق بنعلي النار، بعد كده بنخليها متوسطة. وده كده شكل ورق العنب بتاعنا بعد النص ساعة، وبصوا ازاي ولا واحدة فكت. وبس كده مشكل المحاشي الرهيب بتاع حجوجة خلاص جاهز. وأخيرا جينا لأكتر جزء أنا بحبه في أي فيديو، وهو إن أنا أدوق. عاوزاكم تشوفوا قد إيه ورق العنب دايب ولونه أخضر وبيلمع، والبتنجان ده بقى حرفيا عامل زي الزبدة. وطعم الخلطة بتوابلها وكمية الصلصة فيها دول مظبوطين بالملي، حرفيا ده أجمل محشي هتاكلوه في حياتكم. لازم تجربوا الطريقة دي وانتوا من النهاردة مش هتعملوا محشي ناجح وطعمه حلو وخلاص، انتوا هتعملوا محشي حجوجة في البيت بالملي، وأي حد هياكله عندكم مستحيل هيصدق انه معمول في البيت. أتمنى أكون عرفتكم كل اللي انتوا محتاجين تعرفوه، ولو لسه عندكم أسئلة ممكن تسألوني في الكومنتات وهرد عليكم. ولو حابين اروح مطعم معين واجيب لكم اسرار اكله معينه اكتبوا لي في الكومنتات، والانتاج هيراجع كل كومنتاتكم وهروحه في اقرب وقت ممكن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، وهستنى رايكم في الكومنتات.